ابنك عنيد، جبتلك العصايه السحريه عشان تقولك الطريقه في ثواني. انا منى ده اخصائيه تربيه خاصه وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. لازم نعرف الاول هو اللي بيعند ولا احنا اللي بنعند؟ ايه ده؟ ايوه، ما هو العند مش بتولد بيه، طريقتنا الغلط هي اللي بتخلي ابنك عنيد. وبصراحه ما بحبش اقول على الطفل ان هو عنيد، لان احنا اللي بنعند. لازم نفهمه الاول واسلوبنا يتغير عشان مفهوم العند عندنا يتغير هو كمان. انت قلتي له اكتر من مره ان هو يطفي التلفزيون وهو ما سمعش الكلام. طفيتي التلفزيون، قعد يعيط ويزن عشان تشغلي التلفزيون، ودخل في هستيريا زن وعياط كتير. وانت بالنسبه لك ان ده عند، بس صدقيني مش عند، لان انت طريقتك اللي غلط في طفي التلفزيون. قلنا لما تعوزي تعملي اي حاجه هتعملي اسلوب ايه؟ التشتت. قاعدة ال10 في الكشكول الاخضر، شكلك نسيتيها. مع اسلوب التشتت هتطفي حاجة لازم تحطي حاجة تانية بديلة، هتطفي التلفزيون لازم تلعبي معاه او تعملي مهمة. وغير كده كمان قلنا غيري في طبقة صوتك، بلاش الالزام. اطفي التلفزيون يلا بسرعة. حبيب قلب ماما يلا بسرعة ماما عايزاك. هيجي وهيطفي التلفزيون. خليكي ذكية وبحيلك البسيطة مش هتخلي ابنك عنيد، المسمى الغلط اللي انت بتسميه. فباختصار عشان ابنك ما يبقاش عنيد غيري اسلوبك وطريقتك. ما تديش الالزام، تاني وتالت ما تديش الالزام، واعملي تشتت. هو انا قلت لك كم مره تسيبي الكوبايه؟ هو ما فيش كلمه تتسمع خالص؟ انت عنيد كده ليه؟ اسلوبك ده غلط خالص. هتعملي ايه بالعصايه السحريه؟ حبيب قلب ماما بص شوف انا ماما معايا ايه، بص مش عارفه، بص هناك بص هنا، وهيتلفت ويسيب الكوبايه عشان ما تتكسرش. تاني اسلوب التشتت وقليل الاوامر. ابنك مش هيكون عنيد، انت اللي لازم تغيري الطريقه مش هو. بكل بساطه والعصايه السحريه بتقولك طريقتك تتغير واسلوبك كمان. خلي طبقات صوتك تتغير. حبيب قلب ماما تعالى يا بطل انا محتاجاك بسرعه، شوف ايه انا معايا ايه. الودن متعوده على طبقات صوت معينه بالامر. سيب اللي في ايدك، تعالى هنا، انت فين؟ خلصتش الواجب ليه؟ كله امر امر امر، وفي صوت في حده. فين الحب؟ فعصايتي السحريه بتقولك اعملي اسلوب تشتت، غيري في طبقات صوتك، بلاش اوامر، ومش هيكون في عند.